عسلامة ومرحبا بكم في ليديز دو سومة. اليوم باش نشوف مع بعضنا غسلة جراتان بالبطاطا والدجاج والجبن، وصفة سهلة بنينة. نشوف الطريقة مع بعضنا. أول حاجة بديت باسوس بشاميل، حطيت 2 مغارف كبار زبدة كذاب، وحطيت عليهم 2 مغارف فرينة، والقاعدة تقول قد الزبدة قد الفرينة. نقعدو نحركو في الفرينة حتى لين نبداو نشمو في الريحة متاعها، معناها طابت، يعني حتى لين تتقلى وتطيب الفرينة. وقتها نزيدو نص لتر حليب ونقعدو نحركو، ما نقصوش على التحريك. وزدت شويه نواد موسكاد وشويه فلفل اكحل وبالطبيعه شويه ملح، وقعدت نحرك فيها حتى لين تغلي. وقت الصوص البشاميل نتاعنا حضرت. كي توصل المرحله هذه معناها الصوص نتاعنا حضرت، نحطوه على جنب. وتوا باش نبداو في الحشو نتاعنا. قليت في الزيت زيتونه شويه بصل وشويه ثوم، ونحط له شويه ملح. حطيت شويه فلفل احمر مهروش في التقليه باش يسيب البنه نتاعو ويعطينا كالحروليه البنينه. ومن بعد زدت الدجاج وخيطو يتقلى مع بعضه، وفوحته بشويه فاح نتاع الدجاج كان عندكم ولا تابل وكرويه، فلفل اكحل وشويه بكل زنجبيل يبان برشا دجاج، وشويه فلفل زينه وشويه كركم. ونخلط الفاح الكل مع بعضه مع الدجاج. ومن بعد زدتهم شويه طماطم ونغطي عليهم ونخليها تطيب، ومن غير ما نزيدو الماء. طماطم وحده تقرر الماء نتاعها. من بعد كيف يطيب الدجاج نزيدو الفلفل الاحمر وشويه فلفل اخضر، نزيدوه من بعد خاطر كيسا ما يطيب، دونك نزيدوه في الاخر بعد ما يطيب الدجاج. ونغطيو عليهم ونخليوها تطيب. ولهنا خذيت 4 كعبات بطاطا كبار، ربيتهم بالطريقه هذه، لازم تربيوهم بالطريقه هذه وباش نقليوهم. اما نص تطيب بطبيعه الحال خاطر ديجا باش تزيد تطيب في الفور. الكوش الاولى بديت بالصوص بشاميل، تنجموا تبداوش طيبوها هي اول حاجه الصوص نتاعكم باش تقعد سخونه، وكان برد زيتوها شويه حليب وغليوها. نبداو بها هي الكوش الاولى، ومن بعد نحطوا البطاطا نتاعنا. الكوش الثالثه دونك بشاميل بطاطا، والكوش الثالثه هي الحشو نتاعنا. نحطوه ما نخليو حتى بلاصه فارغه، نوزعوه بالتساوي في البلايص الكل. من بعد نعاود نحط كوش اخرى من صوص بشاميل، ومن بعدهم نحطوا الجبونات نتاعنا. انا استعملت موزاريلا وغريال، من نتوما تنجموا تستعملوا اي نوع جبن تحبوه. ومن بعد نعاودوا نحطوا كوش اخرى من البطاطا نتاعنا اللي كما قلت لكم نقليوها نص طيب خاطر ديجا باش تطيب في الفور. ونزيد نكمل نحط كوش اخرى من الحشو نتاعنا. وبالطبيعه من بعد نعاودوا نحطوا شويه من صوص بشاميل، ونعاودوا نحطوا البطاطا نتاعنا. وفي الكوش الاخرى نحطوا الصوص بشاميل اللي قاعدة نتاعنا الكل. اما نرتبوها بالكدا باش يجي المنظر مزيان، ونشخشخوها بالجبن. انا زينتها بطماطم سوريز ودخلت الفرن على 180 درجه لمده 15 دقيقه. سي الجراتان نتاعنا حضر بنين برشا. وهيك دمارة لسيدي رمضان، ان شاء الله تكون وصفه عجبتكم، ونتقابلوا ان شاء الله في وصفه جديده وبنه جديده. على بروشين.